بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني أو الباباز أو كيكة بالعسل، حاجة كده يعني مزيج ما بين الكيكة والبسبوسة، طعمها حلو قوي، روعة بجد. وفي الصيف كده يعني مرطبة على القلب، هشة وشاربة كده شربات، فطعمها خطير بجد. يعني تاخدي قطعة منها على كوباية شاي رائعة. بصي هقطع بقى حتة منها واوريكي من جوه عاملة ازاي. الكيكة من جوه هشة قوي اهي، زي ما احنا شايفينها كده، خطير، طعمها حلو قوي بجد، وطريقتها سهله قوي. ولو عرفتي طريقتها مش هتبطلي بجد تعمليها، حاجه وصفه حلوه قوي للصيف. يلا بقى نشوف الطريقه والمقادير عملناها ازاي. دي المقادير اللي احنا عايزينها: كوبايه دقيق عادي، كوبايه دقيق سميد، كوبايه جوز الهند، كوبايه سكر، كله بنفس معيار الكوبايه، كوبايه الا ربع زيت، 3 بيضات، وواحده زبادي او 2، وبيكنج باودر وفانيليا. هقولك واحدة زبادي او 2 ليه. طبعا اول حاجة بنجيب البيض، احنا بنحط كل المواد السائلة على بعض، والفانيليا، ونضرب شوية كده، وخلاص امتزج مع بعضه، يعني البيض بدأ يبيض. انزل بقى واحدة واحدة كده بالزيت. الخطوة دي بتخلي الكيكة هشة قوي، وتخليها طعمها حلو، هشة يعني ما تحسيهاش ان هي مكتومة من جوه. واحط السكر واضرب بالمضرب على اول سرعة، وبعدين ازود لحد ما الاقيها بقت كريمة كده. خلاص ابدا بقى واحده واحده ازود المكونات الباقيه. الزبادي واضربه ضربه، انا حطيت كوبايه واحده زبادي، ممكن تحطي كوبايتين زبادي طبعا عشان ما تبقاش تقيله قوي. فانا هحط نفس مقدار الزبادي ده، نفس الكوبايه، بدل ما احط كوبايتين زبادي هحط لبن، بس مش دلوقتي، في الاخر احط بقى المكونات الجافه، يعني جوز الهند على الدقيق العادي على دقيق السميد، ومعلقه البيكنج باودر طبعا ما انساهاش. اقلب تقليبه حلوه كده عشان الدقيق ما يطيرش مني بالمضرب. وبعدين يعني ضربة خفيفة كده بالمضرب. طبعا الخليط تقيل، فهزود بقى نفس مقدار كوباية الزبادي لبن، يعني تقدري تستخدمي كوباية زبادي ونص كوباية لبن، أو كوبايتين زبادي. تمام كده، خلاص كده الوصفة بتاعتنا خلصت. أكون بقى جايبة الصينية بتاعتي، بصي الوصفة خلاص أهي، ده القوام اللي أنا عايزاه. ومبطناها بقى، انا مبطناها بسمنه بلدي عشان يديها طعم حلو قوي، عشان انا عاملاها بالزيت ودقيق. وانزل بقى بيها، ده القوام اللي انا عايزاه. تمام كده، انزل بيها كلها، واكون مسخنه الفرن. خلاص ضربتين كده، وبعدين ادخلها بقى الفرن. فتره بقى ما هي في الفرن اكون مجهزه عندي الشربات او القطر او السيرب، يعني براحتك خالص زي ما تسميه. مقداره بقى انا طبعا عاملاه معاكم في القناه كتير قوي، مقداره كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه، عشان يطلع مظبوط قوي. اول ما تطلع بقى معايا اسقيها بقى الشربات اللي انا عملته. بصي ما بيبقاش لا خفيف ولا تقيل، مقداره حلو قوي، وهكتب لك كل المقادير في صندوق الوصف بالظبط. على طول شربتها اهي. بصي شربتها ازاي، اغطيها بقى وهي سخنه كده عشان تطرى وتشرب اكتر العسل، وبعدين بقى ابدا اقلبها. بصي الله على جمالها، بجد حلوة وسهلة وجميلة قوي، وما خدتش نص ساعة مني، عمايل بسوا بكل حاجة. خلاص هبدأ بقى أرش عليها شوية جوز الهند كده، عشان طبعا هي فيها جوز الهند. بس خلاص، وحط وردة حلوة كده ليكو. وبجد طريقة سهلة وبسيطة، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. و... وطبعا يعني قومي جربيها بمقادير بسيطة ومكونات سهلة قوي، وليها تكنيك بس بسيط قوي. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.